طالعه اتكلم في حاجه توضيحي وبتكلم جد حرفيا. انا دايما هزار، لان انا شايفه ان الدنيا مش مستاهله ازعل. هزعل، هتعب، هيحصل لي حاجه، فكل حاجه بتتعوض، كل حاجه بتتعوض في الدنيا الا الصحه طبعا. فانا واحده من الناس، انا مش هحلف لك لان انا مش مجبوره ان انا اوضح لك انا شاطره ولا فاشله، لان دي حاجه ترجع لي. بس انا شخصيه تلقائيه جدا، ومش هركلكوا السوشيال ميديا بالنسبه لي عن روتين حياتي كله، عن كل يوم انا بعمل ايه وبروح فين وباجي منين. دي اول حاجه. تاني حاجه انا السنه اللي فاتت كنت لسه اصلا داخله ثانويه عامه، كنت جايبه مجموع ونجحت والحمد لله وكل حاجه، كنت في تانية ثانوي. السنه دي كنت في تالتة، حصل مشكله الشارع اللي وراه، وان انا جيت على القيم الاسريه بتاعت المجتمع وشتمت في لايف، فرحت اسم. بعد ما طلعت من الاسم على طول شقتي ولعت. فانا اهلي مش، ما اهلي الحمد لله على قدنا، واسره عادي وسط يعني، عادي جدا، معانا فلوس عادي زي اي حد على قدنا. بس انا ما كانش ينفع اكمل تعليم، لان الثانويه عامه مصاريفها كتير جدا جدا جدا. ما كانش ينفع ان انا ادرس شقتي، ولا كان فيها عفش ولا كان فيها محاره ولا كهرباء ولا اي حاجه، كنا يعتبر قاعدين على الطوب الاحمر. فانا مش اقول لامي انا عايزه اكمل ثانويه عامه وناموا على الارض. كملت واشتغلت شويه في السوشيال ميديا، وعملنا وخطوه بخطوه، وعملنا شقتنا ووقفنا على رجلينا وكل حاجه. جيت خلصت وربنا اذن والحمد لله، وقريت فاتحه. رحت امتحاناتي، قلت اروح، ربنا بيقول اسعى عبد وانا اسعى معاك. رحت قلت اعمل اللي عليا، جبت مجموع ادخل جامعه خاصه، ما جبتش مجموع عادي اقدر اعوض. انا كده كده ما تعبتش، كده كده ما بذلتش مجهود، كده كده انا عارفه ان انا لو نجحت مش من حقي ان انا انجح. سكه ودغري. انا بني ادمه، انا بني ادمه سويه جدا مع نفسي، وما بحبش اظلم نفسي ولا اظلم اللي قدامي ولا اظلم ولا اكذب والكلام ده. بس انا جيت سقطت او جبت 3 4 مواد ملحق عادي عادي السنه. انا كده كده ما تعبتش، كده كده غصب عني، كده كده ما حدش ليه حاجه عندي. انجح مش هنجح مش هيفيدك ولا هيعمل لك اي حاجه. كل اللي مسؤول عن الحوار ده اهل بيتي. انا مش هطلع اعيط لان انا غصب عني. مش انا بقى اللي اقول لك انا ذاكرت، كنت بذاكر على لمبه مجاز، وكنت ببات، وكنت بنام، وكنت بقفل النور و24 ساعه بذاكر وما بنزلش وما بطلعش. لا، كانت باينه وواضحه وكله عارف اللي فيها. دي اول حاجه. تالت حاجه ودي الاهم، انا متاكده ان ربنا معوضني خير. انا الحمد لله ناس كتير بتحبني. مش بص، هو التعليم سلاح، تعليم سلاح جامد جدا وقوي، ويخليني اعرف اتكلم مع اي حد. وانا اكيد زعلانه، بس على قد زعلي على قد ما انا فرحانه ان بيتي اتلم واتسطر، واحنا في بيتنا لمينا الدنيا وقدرنا نلم شقتنا. الحريقه والدنيا دي كانتش تتلم بالساهل. وانا مبسوطه، انا سويه جدا مع نفسي. انا ما ذاكرتش، فهو طبيعي مش هنجح. ما ذاكرتش ليه؟ عشان غصب عني. وانا فرحانه جدا 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 والله العظيم لكل اللي تعب وذاكر وجاب مجموع حلو. ربنا يفرحكم، وربنا بيدي كل واحد على قد تعبه. وانا مبسوطه لكم جدا جدا، واتمنى ان الناس كلها تنجح والناس كلها تفرح، وربنا ما بيضيعش تعب حد. ولو انت اتظلمت في ماده اعرف ان ربنا يعوضه لك في اي حاجه تانية باذن الله.